في سنة 2001 بلغوا عن جريمة غريبة بولاية كارولاينا الجنوبية. امرأة اسمها سوزان كولمان لقوها مقتولة داخل بيتها، والشرطة من البداية كانت متأكدة إن الفاعل واحد من أقرب الناس إلها. بس المفاجأة، الجريمة كانت محبوكة بطريقة تخدع حتى أمهر المحققين، واللي صار بعدين قلب التحقيقات رأساً على عقب. في صباح يوم 14 مارس 2001 اتصلت جار سوزان بالشرطة بعد ما لاحظ إن باب بيتها مفتوح من الصبح وسيارتها بعد موجودة. الشرطة وصلت للمكان، دخلوا البيت، وكانت الصدمة. سوزان البالغة من العمر 34 سنة لقوها مقتولة بطلق ناري بالرأس وهي جالسة على الأرض قرب الصالة. ماكو علامات اقتحام ولا سرقة، كل شيء مرتب وكأنه القاتل يعرفها. سوزان كانت أم لطفلين ومطلقة من فترة قصيرة. كانت تشتغل بوظيفة مكتبية وعايشة حياة طبيعية جدا. ما كانت عندها أي أعداء حسب كلام كل أصدقائها. بس الشرطة بدأت تركز على شخصين: زوجها السابق، صديقها الجديد. زوجها السابق مايك كولمان كان عنده خلافات وياها بخصوص حضانة الأطفال، بس عنده حجة غياب قوية. كان بسفر عمل مثبت بالتواريخ والفواتير. الشرطة توجهت لصديقها الجديد جيمس وقال إنه شافها قبل بيوم بس ما دخل للبيت. هين بدأت الشكوك تدور حوالين هذا الشخص. بعد فحص الهاتف واللابتوب، الشرطة تكتشف شيء مرعب. سوزان كانت تتلقى رسائل تهديد من رقم غريب، كلها تقول أشياء مثل: راح تدفعين الثمن، ما راح تتهنين بالأطفال. بس الغريب، الرقم سجل باسم امرأة مجهولة. بعد تحليل سجلات الهاتف، المفاجأة الصاعقة: الرقم اللي كان يهدد سوزان مسجل باسم أخت جيمس، صديقها الحالي. لما تم مواجهته انصدم وقال إن أخته ما إلها علاقة، وإنه هو نفسه كان يستخدم الرقم أحياناً. وبالضغط عليه انهار جيمس واعترف. جيمس كان يغار من علاقة سوزان بولدها وطليقها، وكان يشعر إنها ما راح تعيش وياه الحياة اللي يريدها. قرر ينهي حياتها بخطة ذكية: يدخل البيت بمفتاح نسخة، يقتلها بطلق ناري، ويرتب كل شيء حتى يبين إنه اقتحام. المحكمة حكمت على جيمس بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط. وقضية سوزان أصبحت مثال لجريمة كانت رح تفلت من العقاب لولا تفاصيل صغيرة انفضحت بالتحقيقات. الدرس من القصة: مو كل قاتل لازم يكون غريب. أحيانا